الطريق الساحلي اللي بيربط بين بورسعيد وبين مطروح، الطريق الساحلي اللي بيقطع رشيد وإدكو. الطريق ده بقاله كام سنه موجود؟ بقاله دلوقتي داخل في 8 9 10 سنين الطريق ده. الى الان بعد ما تركب فيه الاعمده والاناره وكل حاجه، والطريق اتصرف عليه مليارات، وطريق فعلا عمل طفره في عمليات النقل والتطور الاقتصادي كمان ما بين المحافظات اللي هي كلها بتطل على هذا الطريق. الى الان الطريق ده مش منور. لا انت مين بتتكلم عن الطريق ده؟ لا اسمعني بس في جزئيه. آه. انا كان معايا الضيف في برنامجي الدكتور ممدوح حمزه الاستشاري المعروف طبعا. طبعا. وبكلمه عن الطرق المصريه وذكرت له الطريق الساحلي الدولي. عارف قال لي حضرتك ايه؟ قال لي الطريق ده من الاساس غلط، بنيته خطا، وقال لي كده باللفظ ده عامل زي موج البحر. فعلا البلاطه الانتقاليه في هذا الطريق غير صالحه للاستهلاك والاستخدام، وعملت مشاكل كتير وحصل منها حوادث، واحنا ابلغنا كل يوم حوادث كتير. كل يوم حوادث بالظبط. على الطريق ده. مين المسؤول بقى هنا عن هذه الطرق وسلامه هذه الطرق ما هو ده اللي واستلام احنا هذه بنقوله. دي اقول دي لحضرتك دي حاجه، تيجي تتكلم مع المحليات يقول لك لا ده الطريق ده ملك وزاره الاسكان وما سلمتوش. تيجي تتكلم مع وزاره الاسكان يقول لك لا ده هيئه الطرق لسه ما سلمتوش. تيجي تتكلم هو انا اقول لك مين المسؤول يا باشا، اقول لك مين المسؤول بصراحه كده. المسؤول رئيس الحكومه زائد النائب المسؤول عن الدايره اللي فيها الطرق البايظه. اقول لك حاجه، ازاي ان انا في قانون المرور كده الموضوع تاه. مانع. اقول لك يا باشا الطرق البايظه دي موجوده على مستوى الدوله كلها. الطرق دي مش مسؤوليه ضابط المرور اللي واقف 20 ساعه في الشمس ومتذنب عشان ينفذ قانون. انا بقول ان ضابط المرور والمواطن ضحيه هذا القانون اللي كان يجب ان يسبقه قانون اخر، هو قانون تطبيق افضل النظم الهندسيه لتنظيم طرق مصريه على مستوى معقول. مش عايز اقول مستوى عالمي. المستشار الفضالي عايز يقول الحق قبل الواجب. قبل ما تصدر معايا قانون اديني حق في طريق سليم، اديني حق في ركنه سليمه، وبعد كده طبق عليا القانون ان شاء الله حتى تحبسني طالما انت وفرت لي بديل. انما ما توفرليش بديل وتحاسبني عليه. ارجع للاستاذ اشرف بدوي واقول لحضرتك تسمح لي اسمح لك جدا يا فندم طبعا. الحقيقه بس هنا في